وبتمشي، وبتحس تشارلي ان دارما زعلان فبتحضنه وهي بتعيط. وتاني يوم بتبقى نايمة قدام الباب ومش بترضى تقوم، ولما بيرجع بيلاقيها لسه نايمة وتعبانة وبياخدها للدكتور، ولما بيكشف عليها بيقوله ان تشارلي عندها كانسر وفي المرحلة الأخيرة، وبيزعل عليها دارما، ولما بيروحوا بيقعد يعيط، لكنه بيشوفها وهي بتتفرج على الجليد وفرحانة. بيفهم انها عاوزة تتزحلق على الجليد، وبعدها بيمسك صورة اهله وبيبص لتشارلي اللي بقت مالية كل حياته، وبيقول لها انه هياخدها رحلة، وبتفرح جدا وبيجهز كل الحاجات اللي هيحتاجوها في الرحلة. بتودعهم آشا وبتقول لهم ما يتأخروش علشان تشارلي بتوحشها. بيوصلوا للشاطئ، وبعدها الدكتور بيبعت مقطع فيديو لتشارلي، وبيعرف ليه كانت خايفة جدا لما الدكتور ادالها الحقنة، وبيعرف من الفيديو انه صاحبها ادالها الحقنة اللي جابت لها الكانسر، وبيعرف اسمها الحقيقي كيتون، ولما بيناديها باسمها بتبصله وبتخاف منه وبتستخبى. بيقرر دارما انه ينتقم لها، وبيعرف